السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين جمهورنا العزيز. النهاردة موضوع مهم جدا جدا بنتكلم فيه، موضوع شائك كل الأسرة العربية المسلمة بتهتم بيه. يمكن الفترة الأخيرة في مناقشات كتير جدا داخل البيوت المصرية وداخل الأسر العربية والأسر المسلمة بشكل خاص عن كلمة تنوير أو تنويري. أنا واحد من ضمن الناس كنت بانتظر إن أنا في يوم من الأيام أعرف إجابة السؤال ده، يعني إيه تنويري؟ و وليه كلمة تنويري بالذات؟ وليه أُثيرت خلال الفترات اللي فاتت دي؟ وإيه اللغط الكبير ده؟ كل ده إن شاء الله أوعدكم إن أنتم هتعرفوه بالتفصيل في حلقة النهارده اللي مشرفني فيها الأستاذ الدكتور هيثم طلعت الباحث في ملف الإلحاد. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. مرحبًا أخي الفاضل، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. ربنا يحفظك. دكتور يعني ليه كلمة تنوير يعني ما بين قوسين كده أنا واحد من ضمن الناس باشوف الكلمة ديّة أمّا باشوفها في الصحافة أو باشوفها في السوشيال ميديا أو باشوفها في الفيديوهات، باحس إن الكلمة معناها حلو، تنوير يعني شخص مثلًا في ظلام أو شخص مش فاهم، فإحنا مفترض إن إحنا ننوّره، إن إحنا نعلّمه، إن إحنا نفهّمه الصح من الغلط. ليه حضرتك دايمًا باشوفك في الفيديوهات بتاعتك وفي كل المحتويات بتهاجم كل ما هو تنويري، إيه السبب؟ باعتقد قد يكون حضرتك تصحح لي ده، باعتقد إن دي حاجة صحيحة يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. التنوير كلمة غربية أصلًا، ومصطلح غربي ظهر في القرن السابع عشر الميلادي تقريبًا. كان في شلة ظهروا في الغرب جان جاك روسو، توماس هوبز، جون لوك، مونتسكيو، ظهروا قال لك إحنا عاوزين تنوير في أوروبا، تمام؟ الشلة ديّة اللي هي عبارة عن مجموعة إحنا بنقول عليهم فلاسفة، ما إحنا درسنا دول فلاسفة، بس عشان الناس يعني مثلًا يكون في حد دلوقتي بيتفرّج يقول لك شلة، طب مجموعة صحاب، الشلة ديّة يعني هم مجموعة فلاسفة وكل واحد على عقد من الزمن مثلًا أو عاش فترة والّا هم كلّهم كانوا مع بعض؟ لا طبعًا على فترات متفاوتة وبلاد تمام، مختلفة طبعًا. بس هم كلّهم في نفس آه، الاتجاه. بالضبط كده. إمم، جون لوك ده راجل إنجليزي يعني مونتسكيو ده رجل فرنسي. جان جاك روسو. جان جاك روسو طبعًا فرنسي طبعًا. فهي الفكرة كلّها إن هذه الفئة اجتمعت على إن إحنا نعمل تنوير في أوروبا، وإن عندنا مشكلة مع رجال الدين، الإنجيل على جنب، إمم، المسيحية إحنا كل مشكلتنا مع رجال الدين. إمم، فالأمر ماشي على هذا الإطار مع رجال الدين المسيحي، طبعًا، تمام، والدنيا مشيت في هذا الإطار إن إحنا مشكلتنا مع رجال الدين، إحنا ما إحناش ملاحدة، إمم، لسنا ملاحدة، لا ننكر الخالق سبحانه وتعالى، إحنا مشكلتنا مع رجال الدين. الدين، حتى فولتير، يعني فولتير رجل فرنسي شهير من زعماء عصر التنوير، بيُصنَّف طبقًا لويل دورانت في قصة الحضارة، بيُصنَّف إن هو أول ملحد، أول ملحد، ومع ذلك ما صرّح بإلحاده ولا مرّة. نفس القصة، المشكلة مع رجال الدين، ده عمل في آخر حياته كنيسة بناها بنفسه، إمم، وكتب على مدخلها: يا رب اذكر عبدك فولتير. فالرجل أهو رجل محايد، كل المشكلة مع رجال الدين. الاحترافية اللي هنا حصلت والذكاء الشيطاني اللي حصل هنا إن هم مهدوا لجيل ثاني سيبدأ يهاجم الدين، يبدأ يهاجم الإنجيل، يبدأ ينكر الخالق سبحانه وتعالى. فدي الفكرة، الفكرة دايمًا إن هو بيدّيك تمهيد لجيل آخر. طيب يا دكتور بعد إذنك هاقف هنا بس هنا، يعني إذًا تنويري ده مش متعلقة بالديانة الإسلامية، يعني مش يعني لمّا نقول إن في حد تنويري أو فكره تنويري أو هو في النهج ده، هو مش متعلق بالديانة بالدين الإسلامي بس، لأ هو متعلق بأي ديانة هو ينكر إن وجود الدين، يعني أنا دلوقتي لمّا أسمع كلمة تنويري يبقى أعرف أوتوماتيك إن ده شخص بينكر قصة الدين. طيب ليه الفترة اللي فيها الملحد أو الملحد اللي إحنا بنقول عليها مثلًا نفترض إن في حد من أصدقائنا، حد من الشباب في الجامعة، حد من الناس اللي إحنا نعرفهم هو ملحد، هل أنا أكتشف إلحاده ده من أسئلته وكلامه؟ لأن حضرتك دلوقتي ذكرت كلمة مهمة أو معلومة مهمة وهي إن الملحد بيخفي إلحاده،
ده بيكون عن طريق ان هو مثلا يقعد يكلمني يقول لي مثلا الرسول فيه كذا، الدين فيه كذا، يشككني في الحاجه، ولا هو بيقول لي انا وضعي كذا او النهج بتاعي انا اعرفه ازاي؟ ده سؤال فعلا جميل جدا. دي الفكرة اللي لعبها دعاة التنوير في أوروبا. لم يصرح بإلحاده، ده راجل بنى كنيسة في آخر حياته، فولتير. المشكلة كلها كانت أنا عندي مشكلة مع الدعاة، مع الشيوخ، مع السلف، مع الرواية، مع النص الحديثي. القرآن ده له كل التعظيم والتبجيل، إثبات الخالق ده موضوع منتهي عندي. ده المدخل اللي بيلعب بيه. ما هو الفكرة ظهرت في أوروبا، فجم الشلة اللي عندنا في العالم الإسلامي وأرادوا نقل نفس الترتيب، حتى الكلمة نفسها لم يجود فيها، نقل حتى نفس الكلمة تنوير برضه، قال لك أنا تنويري، مشكلتي مع الدعاة والشيوخ، مشكلتي مع التراث وليس القرآن، مشكلتي ليست مع الخالق، أنا أثبت الخالق عز وجل. فنفس اللعبة. يعني أنا دايما بقول يا جماعة، في مثل أمريكي بيقول كائن يشبه البطة وينطق صوتا كالبطة ويمشي كالبطة، إذن هو بطة. فأنت واخد لي نفس المشروع الغربي بنفس مفرداته ونفس أهدافه وحتى نفس مصطلحاته، فطبيعي المنتج هيكون في الآخر بطة، نفس المنتج. فالتنوير لما ظهر في القرن ال17 الميلادي الناس تقبلوه، دي مشكلة مع رجال الدين، احنا لا دخل لنا. لكن في مرحلة تالية انتشر الإلحاد انتشار النار في الهشيم، فهم عاوزين يعملوا نفس الأسلوب ونفس المخطط في العالم الإسلامي. فأي حد يحاول ينتقد الشيوخ، هي المشكلة في الآخر لن تكون مع شيخ. احنا ليس في الإسلام رجال دين أصلا، ليس في الإسلام رجل دين. احنا عندنا عالم بيبحث في النص وفق النص. تقدر انت تحاكم اي قول لعالم طبقا للنص. طيب هو ده بيخلي يعني الكام دقيقة اللي احنا فتحنا فيهم الكلام ده عن موضوع التنوير هيخلي اكيد في اسئلة تدور في اذهان الشباب الايام ديت، ومنهم شباب موجودين النهارده معانا في الاستوديو يطرحوا بعض الاسئلة اللي احنا محتاجين ان احنا نجاوب عليها في جلسة زي دي، وانا كمان واحد من ضمن الناس محتاج ان انا اعرفها. فممكن نبدأ لو في حد من الشباب عنده اي سؤال. ايه رايك، ايه اخطر موجه فكريه بتهدد العالم الاسلامي النهارده؟ هل هي الالحاد او العلمانيه او اي حاجه تانية؟ ده برضه سؤال مهم. يعني هو بقول لحضرتك ان الفترة اللي احنا فيها دلوقتي دي ايه هي اكتر موجة فكرية بتواجه العالم الاسلامي؟ العلمانية، ذكرت ايه تاني يا مسلم؟ العلمانية وايه؟ والالحاد. هو اكبر موجة فكرية تهدد العالم الاسلامي اليوم هي فصل المفسر عن النص. فصل المفسر عن النص. النص القرآن، والمفسر المجتهد الفقيه العالم سلف الأمة التراث. محاولة فصل النص عن المفسر أو فصل المفسر عن النص دي أخطر موجة النهاردة بتواجه العالم الإسلامي. طب ما هو مش ممكن يا دكتور يكون في حد تاني في العصر بتاعنا ده أعلم وأفهم من المفسرين بتوع زمان؟ يعني نفترض هو النهاردة هو شخص بني آدم بتنطبق عليه كل المواصفات اللي كانت بتنطبق على اللي من 300 سنة ومن 1000 سنة، ما ممكن يكون عنده تفسير كمان أرقى وأعلى من اللي فسره زمان؟ ساعتها كلنا يقف خلفه. هي القصة مش كده خالص. هي القصة إن هو عاوز يعزل أي مفسر، سواء عالم فقيه متقن معاصر أو عالم فقيه متقن في العصر الماضي. هي الفكرة إنه يعزل أي قراءة صحيحة للنص، بحيث في الآخر هات لي أنا هذا النص وأنا هفسره على هوايا. دي أخطر موجة تهدد النهاردة، لا العلمانية ولا إلحاد ولا كل هذا الكلام. يعني حضرتك مع إن هو يجدد وإن هو يفسر، بس ما يضربش بعرض الحائط التفسيرات اللي قبل كده. ولو حتى يعني أنا دايما عندي مبدأ طبعا إن أي تفسير معاصر منضبط بالقواعد سيدور في الأخير وفقا لفلك فقه السلف وفهم السلف، وابحث كما شئت. يعني طالما أنك عندك اللغة وعندك فهم الشرع وإتقان الشرع، ساعتها مهما كان تفسيرك هيكون في الآخر في فلك فهم السلف وفقه السلف. لكن المشكلة أنا بتكلم عن فئة ظهرت مؤخرا، هذه الفئة
ظهرت في سوريا وفي مصر وفي المغرب وفي الخليج، كذا يعني تجمع وكذا مجموعة بتحاول إن هي تعزل المفسر عن النص علشان ياخد هو النص ويبدأ يخرجه عن معناه وعن مراد الله منه، فيصنع إلحادا داخل الإسلام، يغزل الإلحاد داخل مصنع الإسلام. ما هي القصة؟ ما هو الفرق بين تنويري وملحد؟ الملحد بيقول لك الخمرة حلال يا عم، اعمل اللي انت عايزه، الخمرة افعل فيها ما شئت، مباحات. التنويري يقول لك ايه بقى؟ التنويري يقول لك هثبت لك ان الخمر حلال من النص الشرعي، يخرج النص عن معناه عشان يوافق هوى في ذهنه. يعني ده انا كده افهم ان ممكن يكون التنويري اخطر كمان من الملحد. 1000 مرة. لان الملحد انا عارف اتجاهه وتوجهاته وعارف هو بيعمل ظاهر. ايه، انما ان التنويري ده بالعكس، ده هو بيحط لي السم في العسل زي ما بيقولوا، يعني هو بيجيب لي. طب انا هخلي في سؤال ليا، انا هخليه لاخر الحلقه، بس لو في حد تاني من الشباب، في حد عنده اي سؤال تاني ماشي اتفضل. أنا اسمي إسلام عصام. طول عمر الفكر إحنا بنواجهه بفكر، فليه الإزعاج من التشكيكات اللي بتحصل حاليا دلوقتي؟ يعني هو برضه دي حاجه، يعني برضه سؤال من ضمن الشباب يقول لك إيه؟ دي حاجه فعلا بديهيه. ما دام انا عندي، حضرتك عندك فكر معين وانا عندي فكر معين، وانا بطلع اقول رايي وحضرتك بتطلع تقول رايك، ليه انت خايف من اللي انا بطلع اقوله؟ يعني ايه اللي مخليك قلقان ومرعوب ان انا اطلع اتكلم واقول؟ ما دام ان حضرتك عندك فكرك وانا عندي فكر، ليه يعني ليه تطلع تقول لا انت ما تعملش وتحاربني في الفكر بتاعي؟ ما تسيبني اقول. هو أنا الآن برد على الفكر بإيه؟ ما الفكرة أهو، وبثبت له إن أنت كشخص تنويري، أنت شخص مجرد بس يعني بتصطنع إلحادا داخل مصنع الإسلام، فأنا برد عليه بفكر. لكن هي مشكلة في نقطتين. النقطة الأولى إن الفكر في هذا الإطار ما هوش فكر أصلا، ما هوش رجل دخل ساحة الحوار وساحة البحث الفكري ثم خرج بهذه النتيجة. ده هو عنده حمولة مغرضة تجاه ديني، تجاه عقيدتي، ولما عارف إن الفطرة الإسلامية عند الناس قوية، فمدخله هو إيه؟ مدخل جانبي، اللي هو هصنع إلحاد داخل الإسلام، اللي هو وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهو بيصنع إلحادا داخل مصنع الإسلام. فأول مشكلة إن هذا الأمر اللي بيعمله خطر على عقيدتي، وده أخطر من القتل. تضييع الآخرة أخطر على المسلم من أن أضيع دنياه، والفتنة أشد من القتل. كوني أفتن إنسان عن دينه هذا أخطر من قتله، دي أظن قاعدة إسلامية عندنا. كوني أضيع على الإنسان آخرته هذا أخطر من إن أنا أضيع عليه دنياه. يعني دي لا بس تتعارض. أنا هديك حتة مهمة. التنويري اللي بيعمل الحركة دي، عشان كده أنا دايما بقول يا جماعة لازم تعريف آخر للإرهاب. إحنا عندنا تعريف عصراني للإرهاب، كل خطر يهدد أمن المجتمع أو أمن المواطن في حياته أو في ماله بأيديولوجيا معينة. لا، ده تعريف عصراني، ده المفروض التعريف يكون أوسع من كده. كل خطر يهدد أمن المواطن في دينه أو دنياه، هو ده التعريف الصح. فكون إنسان بيهدد آخرتي هذا أخطر على المجتمع من قاطع طريق. دي أول نقطة. النقطة الثانية، ما من مدرسة في تاريخ الدنيا قامت بتهديد آخرة الناس إلا وانبنى عليها مذابح وتضييع لدنيا الناس أخطر من أي إرهاب في الدنيا. بس إحنا للأسف الإعلام العربي إعلام قاصر، اقتصر دايماً يعني أظهر لك إن اقتصر الإرهاب في قصة القتل، اقتصر برضو حتى صورة الإرهاب بس في زاوية معينة. أكبر إرهاب شهده العالم عبر كل تاريخ الدنيا هو إرهاب المشكك في الديانات، إرهاب الملاحدة اللي حصل في أوروبا. إحنا لسه من شوية قلنا إيه؟ تنوير وجماعة تنويريين ظهروا في أوروبا والدنيا حلوة وناس ألحدوا. المنتج السريع لده ما كانش واحد ترك الديانة. طب دي ما تتعارضش مع أميتو؟ أيوة أنا بس عشان حتة يعني كل شوية أقولها وهنساها، ما تتعارضش مع حتة اللي هو يعني يا مولانا أميتو الباطل، يعني اسكتوا
واميتوا الباطل بالسكوت عنه. خلاص انت شايف ان ده باطل وشايف ان الفكر ده خلاص ما تطلعش تتكلم عنه. هو إماتة الباطل هنجيب عنها، بس أنا عايز أقول نقطة مهمة جدا ماشي. الآن. لما الشخص التنويري ده ظهر وولد جيلا من الملاحدة، هذا الجيل هو اللي قاد الحروب العالمية. برادلي لونج في كتابه التاريخ الاقتصادي للقرن العشرين بيقول لك إن الملاحدة أدوا إلى قتل 161 مليون إنسان في القرن الماضي. 161 مليون ده نتاج للفكر بتاعهم، نتاج تصور التنوير الأول. تنوير ولد ملاحدة، ملاحدة ولدوا حروب عالمية ما حدش كان يتخيلها. روجي جارودي الفيلسوف الفرنسي الشهير صاحب أكبر حزب إلحادي في فرنسا اللي أسلم في مرحلة تالية، روجي جارودي في كتابه أمريكا طليعة الانحطاط بيقول إن الحروب الإلحادية أدت إلى تأخر العالم ثلث قرن إلى الوراء. حروب الملاحدة أدت إلى أن العالم ولد نزعة إرهاب ما شهدها التاريخ الإنساني. هل في حد في إعلامنا بيتكلم عن ده؟ فإحنا عندنا قصور في إظهار الكادر على آخره. نتمنى بالفعل نوسع الكادر شوية، نشوف تاريخ هؤلاء. روجي جارودي يقول في نفس الكتاب إن عندما ذهب الجنود لعمل تمثال الجندي المجهول في وسط فرنسا بعد انتهاء الحروب العالمية المرعبة دي، الفلاسفة ذهبوا إلى وسط فرنسا ووضعوا مبولة، أعزك الله، وضعوا مبولة في وسط فرنسا كناية عن نهاية الحضارة على يد الإلحاد. كان موضوع مرعب، ولولا أن العالم بدأ يبتعد عن منهج الملاحدة والاتحاد السوفيتي تفكك وكل الجمهوريات الملحدة تركت المذهب ده وبدأت تتبنى بقايا ديانات في دساتيرها، لولا الدنيا مشت. يعني لو الناس مشوا بنفس إطار التصور المادي التنويري، طبعا كلمة غلط، هو ظلامي أصلا، لكن نمشي على الكلمة مش مشكلة. لولا أن العالم مشي في هذا الإطار لما كان النهاردة عندنا الدنيا استقرت. كان هندخل في حروب مرعبة لا قبل لنا بها أصلا. فلولا أنهم تنازلوا عن إلحادهم وبدأوا يتبنوا بقايا نبوات عندهم في قوانينهم وتشريعاتهم، لولا الدنيا هدت. الموضوع ده يعني كبير والكلام فيه لا ينتهي. انا عايز استغل اكبر قدر من ممكن من الوقت بتاعنا ان احنا نجاوب على اسئله الشباب. لو في حد من الشباب عنده اي سؤال تاني ماشي اتفضل. هل الملحدين ليهم تنظيمات سرية في العالم الإسلامي؟ وهل في تنظيمات بيشتغلوا تحتها؟ شكرا. هو سؤال ما شاء الله جميل، وهو نفسه أيضا إشكالية أميت الباطل بعدم ذكره. لو هو باطل خافت أنا ما دخل به، بالعكس أتجاهله. لكن هذا الباطل صنع حروب عالمية، صنع مقتلة لم يشهد لها البشر مثيلا، وهو اللي صنع أيضا تنظيمات سرية. محمود أمين العالم ده أشهر علماني مصري في النصف الثاني من القرن الماضي، معروف طبعا، تمام، وهو الآن بين يدي الله عز وجل. محمود أمين العالم بيقول أن هناك تنظيمات سرية للملاحدة في مصر. طبعا ده كان تصريح مخيف، وهو حاول التنصل منه في مرحلة تالية. صلاح عيسى حاول يقول يا جماعة مش قصده، لكن ده كلام مخيف. هل لما هو أعلن وقال التصريح بتاعه ده هل في حد طلع هاجمه؟ هل في حد طلع اتكلم عليه؟ اتفضل. كان عندي سؤال، هم ليه عاملين تنظيمات سرية وهم طول عمرهم شغالين في العلن؟ هو ده سؤال بديهي جدا. هو ليه ان الناس دي في القوة اللي هي فيها دي، وليه الناس ديت في الانتشار الكبير ده والأموال اللي بتتصرف ديت، وليه هم شغالين في السر مش في العلن؟ ليه مش ظاهرين؟ في سنة 1917 ده سؤال جميل جدا فعلا. يعني من حوالي 100 سنة تقريبا، من 100 سنة كان في جماعة اسمهم التنويريين، أتباع الفكر اللي انتشر في القرن السابع عشر الميلادي، وكانوا مجتمعين في روسيا القيصرية وعاوزين حل للانتقال من تنظيم سري إلى العلن. فعملوا في عام 1917 حاجة اسمها ثورة البلاشفة. ثورة البلاشفة، والثورة دي كانت مرعبة، ثورة بالفعل مخيفة. خلال أيام وصلوا للحكم في روسيا القيصرية وبدأوا ينشروا، مش التنوير بقى، احنا شوف الكلمة، ما دي اللعبة، يعني اسمه ايه؟ تنوير. نشروا ايه بقى؟ هم نشروا إلحاد بقوة السلاح، وعملوا تنظيم اسمه تنظيم الملاحدة العسكريين.
أو تنظيم أو رابطة، لو عايز حد يكتبها على جوجل ويبحث عنها، اسمها رابطة الملحدين العسكرية. رابطة يعني دي الملحدين كانت وظيفتها ان هي تجبر الناس ان هم يلحدوا بالسلاح؟ بالسلاح. دي اول مره اسمعها. على عام 1940 كانوا قتلوا حوالي 100,000 رجل دين. يعني يا يلحد يا يقتل. هو يستفيد من كده ايه؟ يعني هو النهارده انا النهارده لما اجيب سلاح يا خليك تؤمن ان لا اله موجود وما في الكون ده ما بيحكموش حد ولا في اله موجود، يا اما اقتلك. ايه الاستفاده؟ هل هو النهارده في حد من وراه بيغذيه ماديا بالموضوع ده عشان يعمل كده؟ هو طبعا دايما عند هؤلاء هاجس ان احنا يعني ده سؤال بديهي ان هو انت النهارده جاي تقتلني ليه؟ يا تقتلني يخرج من يا يؤمن ان لا اله. ايه اللي انت هتستفيده؟ ما انا بقول لك هو عنده هاجس ان لازم هذا الفكر ينتشر، وان هذا الفكر هو اللي هيخليه في مرحله تاليه يطبق كل تصوراته بقى في الكون، لانه عنده هو اصلا ايديولوجيا ماشي بيها. الالحاد ما هواش فكره انكار خالق، ده يطبق على كل زوايا الحياه، في الفن، في السلوك، في السياسه، في الاقتصاد، في المجتمع. فعايز يفرض رؤيته، وكل صاحب رؤيه عنده امل ان ينشر هذه الرؤيه. واحد بينشرها بقوه ناعمه، واحد بينشرها بالتبليغ زي الاسلام، ابلغ رسالاتي وكل حد له الحق فيها فيفعل ما يشاء. واحد ينشرها اجبارا بالسلاح. بس هنا السؤال بقى اللي انت لم تساله ليه، والمفروض حد كان يساله ليا: ليه ما حدش في الميديا بيطرح هذا التاريخ المرعب؟ ليه ما حدش في الاعلام بيناقش هذه المواضيع؟ احنا اخرنا ايه؟ فلان ارتكب مش عارف جريمه ارهاب في منطقه كذا، واحد مسك استك والبانه وضرب مش عارف ايه. يا جماعه ده في تاريخ دموي محدش مننا بيسمع عنه اصلا. اكبر عالم جينات في العالم، اكبر عالم جينات في العالم، نيكولاي فافيلوف. الرجل ده قتل عشان بينشر نظريات تحارب الالحاد. متخيل ده؟ انا اظن ان الغالبيه ما سمع بهذا الاسم من قبل. نيكولاي فافيلوف اطلق اطلق مؤخرا على احد الكويكبات. رجل كان عالم، ده عشان كان بيواجه الفكر الالحادي، عشان بيدرس نظريات تعارض الملاحده والالحاد. طب ما قد يكون اجابه السؤال ان هو ان في اشخاص كتيره جدا خايفه تتكلم في الملف ده، لان الملف ده من ضمن الملفات ان اي حد بيتكلم فيها بيستبعد، بيقتل. 3000 عالم في الاتحاد السوفيتي السابق قتلوا لانهم بيدرسوا نظريات ضد الالحاد. 3000 عالم؟ 3000 عالم. انا بس فعلا الهاجس صح. اين هذا في اعلامنا؟ الشباب اللي في الميديا ليه ما نبحثش في هذه المواضيع؟ ليه ما نطلعش هذا التاريخ المرعب؟ يعني هو مفيش مواضيع معينه احنا لو اتكلمنا عنها بنمنع من الريتش، وبنمنع من ان احنا نتكلم بتهديدات خارجيه، او زي قضايا كتير جدا بتكلم على زي يعني مثلا مثال زي الماسونيه، احنا ممنوعين احنا نتكلم عنها على السوشيال ميديا. بس الملف ده الان اسمه ملف ارشيفي، يعني يحق لك ان انت تطلع هذا الارشيف للعالم كله. طلع هذا التاريخ وتناقش عنه، لان النهارده في العالم الاسلامي يعني دعاة تنوير، نفس المصطلح، دعاة مشروع النشر، فصل النص عن المفسر. احنا بس المشكله مع مين؟ رجال الدين. لكن الدين ده على العين والراس، الخالق سبحانه وتعالى. فنفس اللعبه والله يا جماعه، نفس البطه هي. طيب بتستمر الجلسات مع حضرتك؟ يعني انا لسه بشكل كبير جدا ما وصلتش للقناعه اللي هي تقول ان انا فعلا اقتنعت ان الشخص التنويري ده شخص هو بيحارب الدين الاسلامي. محتاجين في الموضوع ده حلقتين 3 كمان، حضرتك تسمح لنا ان احنا نكمل، واكيد الشباب برضه عندهم اسئله تانية، فمحتاجين احنا نعمل حلقه او 2 و3. حضرتك مستعد معانا؟ ان شاء الله. بنشكرك جدا على وقت حضرتك النهارده. ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه تكون اكثر دسامه، ويكون فيها اسئله اكثر جرأه، ونقدر بقى يكون في معارك جانبيه ما بيننا. انا ما قطعتش الحلقه دي كتير، واتمنى ان ان الشباب يكون عندهم كمان اسئله تكون اكتر مني جرأه، لان انا بحاول برضو احافظ على القدر بتاع المذيع، ليا حدود مش قادر ان انا اتخطاها. عايزين نشوف اسئله في الحلقه الجايه تكون اقوى. بشكرك جدا يا دكتور هيثم، شكرا جدا، نورتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.